السؤال الرابع: مبروك يا منى على الفرح، بعد شهر ونص نزلت شغل، ربنا يعينك. بس انا هقول لك على حاجه ليها علاقه باجازه الوضع بتاعتك. بما انك متعينه 1/11/2023 واكتشفت انك حامل في الشهر اول شهر فبراير 2024، واحتمال كبير جدا تكوني في الشهر الثاني لان الحمل بيبان من الشهر الثاني طبيا. فبناء عليه وطبعا طبقا لتقرير طبي جاي من الطبيب المعالج، هنبتدي نشوف احتماليه الوضع هتبقى امتى. في المتوقع هتبتدي تولد تقريبا في شهر 8 او 9، وده معناه ان هيكون بقالها معانا في الشركه قد ايه. من شهر 11 لشهر 9 احنا بنتكلم تقريبا ادي 11 و12 ادي شهرين و9 شهور موجودين في شهر في سنه 2024. يبقى هي تقريبا بقى لها اكتر من 10 شهور داخله في 11 شهر متعينه معانا، لان المثال بيقول ايه؟ ان هي اول مره تشتغل في حياتها. وبناء عليه تستحق اجازه الوضع؟ تستحق اجازه الوضع. ليه؟ لان القانون قال ان العامله ليها اجازه وضع بعد ما تعدي او يكون مؤمن عليها او اشتغلت في مكان او اكتر 10 شهور او اكتر. وبما ان ال10 شهور دول كلهم كانوا عندي في الشركه، فانا مش محتاجه هتجيب لي برنت تامينات وتبقى تستحق اجازه الوضع، اللي هتبدا من وقت ما الطبيب المعالج يقول او من شهاده ميلاد الطفل. وبناء عليه مدتها هتكون 3 شهور هتبتدي تاخد فيهم الاجازه بتاعتها. ونتكلم في تعويض اجازه الوضع هيبقى ليها 75% من الاجر التاميني على ال3 شهور، وبقيه مرتبها الاجمالي صاحب العمل هيدفعه. وهي دي تعويض اجازه الوضع. وتقومي بالسلامه ان شاء الله يا منى.